بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على معلومه مهمه جدا، ان هي انا دلوقتي لما اجي احط الزيت بتاع المكنه اهو. انا عندي الزيت بتاع المكنه، فانا حمام زيت. احط كده الزيت في الحوض بتاعي. تمام. اعرف ان انا عندي علامتين، علامه كده مكتوب عليها لو، قرب شويه، علامه لو يعني مستوى الزيت منخفض، وهاي اللي يعني مستوى الزيت مرتفع. فانا عندي المفروض ان انا هزود شويه زيت تاني لحد ما الزيت يبقى عند العلامه الاولى دي اللي هو هاي، مستوى الزيت مرتفع. ليه؟ لان ده بيحافظ على المكنه. لو الزيت عندك قل خالص وبقى نازل تحت العلامه اللي هي مكتوب عليها لو دي، تاني علامه، يبقى معناها ان الزيت عايز يتزود. تمام. كمان بنبص على درجة اللون بتاع الزيت. لو الزيت ان هو نقي ومفيهوش شوائب يبقى كده تمام. لو الزيت اسود ولونه كاتم وفيه شوائب يبقى معنى كده ان الزيت لازم يتغير. الزيت بيتسحب من هنا من المصفى دي، وبعدين بيغذي كل الأعمدة الداخلية والأجزاء الداخلية بتاع المكنة. وفايدة الزيت ان هو بيعمل على ليونة الأجزاء الداخلية عشان ما يبقاش فيه احتكاك، فبالتالي صوت المكنة بيكون أنعم وبتشتغل بأداء أعلى. ربنا يوفق الجميع يا رب.